هو مبابي خلاص اتفضح؟ ليه؟ اللاعب اللي كان نفسه يكون خليفة ميسي رونالدو فشل انه يحقق حلم ريال مدريد. ايه اللي حصل للنجم اللي كان العالم كله شايف انه هيكون مستقبل كرة القدم؟ تعالوا نحكي الحكاية. انا احمد طه، معلق صوتي. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب على اليوتيوب، ولو انت على الفيسبوك او انستا او تيك توك تتابعنا على صفحتنا. يلا بينا. القصة بدأت من سنين طويلة لما كيليان مبابي وهو لسه شاب صغير كان حلمه يلبس قميص ريال مدريد، الحلم اللي كل طفل في العالم بيحلم بيه. لكن مبابي كان مختلف، ده راح الأكاديمية وهو طفل وتصور مع زيدان بنفسه. الكل كان شايف إنه الوريث الشرعي لأساطير كرة القدم. لكن الغريب كل ما يجي الوقت اللي فيه مبابي يمضي للريال حاجة بتقف في الصفقة. مرة باريس سان جيرمان يعرضوا عليه فلوس خيالية، ومرة تانية الإعلام يضغط عليه، ومرة تالتة هو اللي يغير رأيه في آخر لحظة كأنه بينه وبين ريال مدريد لعنة مش عايزة تخلص. مبابي كان شايف انه في ريال مدريد هيبني ارثه، هيكون النجم الاول بلا منازع. لكن الواقع كان غير كده تماما. مستواه بدأ ينزل بشكل واضح، تحركاته اللي كانت زي الصاروخ بقت متوقعة، تركيزه اللي كان على التهديف بقى مشتت، وده ظهر اكتر في المباريات الكبيرة، خصوصا في دوري الابطال اللي هو اصلا البطولة اللي ريال مدريد متخصصة القدم. انا احمد طه، معلق صوتي. شكرا.